العزلة اللي بتحصل للمريض من غير ما الأسرة تاخد بالها. عمرك لاحظت إن حد من الأسرة طول الوقت بعيد ومش بيشارك معاكم في الكلام وإنت فاكر إن هو مكسوف، لكن مع الأسف هو بيكون أصلاً مش سامع، لأن ببساطة ضعف السمع بيخلي الشخص يحس إنه بعيد عن الناس. الكل عمال يتكلم يتكلم يتكلم، لكن هو ولا واخد باله ولا سامع، وبالتالي بياخد بعضه وينعزل. وهنا بقى هي المشكلة، العزلة الحقيقية اللي بتكسر القلب وبتعمل فجوة ما بينه وما بين الأسرة. انت هنا دورك سواء في الأهل سواء في الأصدقاء. يا ترى المفروض تعمل ايه؟ أول حاجة إنك ما تتريقش عليه وما تحرجوش، لأن الكلمة الصغيرة زي مثلا هو أنت مش سامع للأسف بتحرجه وبتزعله وبتخليه ينعزل أكتر. تاني حاجة لازم تساعده إنه يدخل معاك في الحوار، بمعنى إنك تتكلم معاه بهدوء وببطء وقرب انت منه بدل ما تعلي انت صوتك. تالت حاجة بقى انك لازم تلاحظ سلوكه، هل فعلا متجاوب معاكم في المجتمعات والمناسبات، ولا دايما في الاجتماعات والمناسبات بيكون ساكت وكمان بيرفض يروح معاك اي مكان. ودي هنا علامات واضحة جدا بتقول ان ضعف السمع اثر بالسلب على نفسيته. وهنا بقى العزلة دي هتتحول لاكتئاب او فقدان الثقة بالنفس. التدخل بدري بيساعد المريض انه يتعالج ويرجع من تاني يتفاعل مع المجتمع والناس. وهنا بقى في الصفوة للسماعات الطبية خبرة أكتر من 25 سنة، مش بس بنعالج ضعف السمع، إحنا بنساعد المريض إنه يرجع من تاني يعيش وسط أسرته وأهله والمجتمع بكل أمان وبكل ثقة. واستنونا بقى في الحلقة الجاية علشان هنتكلم إزاي ضعف السمع بيأثر بالسلب على الطالب والدراسة.